السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب في بداية أسبوع جديد. إلى العناوين. أحمد عيد: ركزنا على الرجول ونسينا العقول. رئيس اللجنة الفنية في المنتخبات في 2013: الشهادة شرط لتدريب الفئات السنية. لوبيز: المنشآت غير كافية وفي أسبانيا لكل 5000 مواطن ملعب. الانضباط تعاقب الاتحاد ولاعب هجر وتبرئ البلطان. مدرب المنتخب يؤكد متابعته للمحترفين في أوروبا، ولكن ريكارد: لا أعرف منتخب الكونغو ولم أشاهد. مدرب الكونغو سامي ضيف شرف وسأشارك بالشبان. استدعاء الشاب المولد لمنتخب الشباب بعد مباراة الكونغو. هذه العناوين منها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو: رئيس تحرير صحيفة واي سبورت الإلكترونية الرياضية الزميل سامي اليوسف. مساء الخير أبو يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا تركي، حياك الله. أيضا سيلتحق بنا بعد قليل من جدة الزميل جمال عارف الكاتب الرياضي. أخبارنا بعدد من الأخبار المتفرقة، وبالتأكيد بعد ذلك سنتحدث عن المنتخب السعودي، ولدينا العديد من اللقاءات من معسكر الأخضر في الأحساء. الاجتماع التنسيقي اليوم عقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين مندوبي الأندية للفئات السنية وبعض مسؤولي اللجان في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تواجد اليوم الأستاذ فهد المصيبيح ورئيس اللجنة الفنية للمنتخبات لوبيز ومشرف الفئات السنية الأستاذ عبد الله المصيليخ والمستشار الفني بالاتحاد السعودي المدرب ناصر الجوهر. كان طبعا برئاسة الأستاذ أحمد عيد. غاب عن الاجتماع اليوم، هو كان اجتماع تنسيقي لمناقشة مستويات الفئات السنية والخطط والمشاريع المستقبلية لهم. اليوم فقط 6 أندية شاركت وغابت 6 أندية، وبالتأكيد الأندية اللي حضرت تستحق الشكر، وهي التعاون والأهلي والشباب والنصر والهلال والوحدة. سنتابع الآن أبرز ما قاله السيد لوبيز خلال الاجتماع وشرحه للحاضرين. أنا لفترة قصيرة في المملكة من أشهر، ولكن بديت خلال أشتغل ال 24 ساعة. الجزء الآخر كذلك اللي يعتبر مهم جدا بالنسبة للأطر أو المدربين الذين يشتغلون مع اللاعبين، فعملنا كله راح يتوجه في هذا الاتجاه، يعني اتجاه تكوين المدربين. بالإضافة إلى جانب كذلك يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبات اللي يتعلق باختيار اللاعبين، فهناك قسم في قسم خاص باختيار لاعبين المنتخبات. أكيد بالنسبة لفلسفة العمل أو طريقة اللعب، فراح يكون في كذلك توحيد منهج ما يخص يعني طريقة لعب تخص المنتخبات كلها، على أساس أن اللاعب يكون عنده توجه. ذلك يجب أن نهتم بجانب المرافق، يعني الأماكن ملاعب تمارين وكذلك مرافق التي نستعملها من أجل يعني تكوين هذا النشء. احنا على بالنسبه للشرق الاوسط نتكلم يعني هنا على مستوى اسيا، يقول لازم احنا نتساءل ليش ينظمك وانت ليش ما هو الشيء الذي يعني جعلنا ان نكون في هذا الموقع. بالنسبه لرسم تخطيطي، فهو يعطينا فكره عن المكان الذي تتواجد فيه الكره السعوديه الحاليه.
بالنسبة للإحصائيات مكاننا الحين هو في المرتبة 113 بالنسبة لترتيب الفيفا. كما يجب أن نضع السؤال: لماذا قطر تقدمت علينا؟ لماذا الصين قبلنا؟ لماذا العراق؟ لماذا أستراليا؟ لماذا كوريا؟ لماذا اليابان يعني سبقونا؟ وهذا هو السؤال يعني المهم الذي يجب أن نضعه ونحاول أن نجد له إجابة. إذا كنا حقا نريد أن نتطور هو أنه اللاعب لا يبدأ من إذا فنحن لا يمكن أن نحصل على لاعب من نخبة، يعني زي ما قال نخبة في القمة إذا لم تتم عملية التكوين أو كانت هناك ثغرات في عملية تكوين اللاعبين ولم تكن بالطريقة السليمة. بالنسبة لهالفئات فعدد اللاعبين الذين يشاركون في مسابقات رسمية مش مدارس ومهرجانات، مسابقات رسمية هو 667,915 لاعب. إلى ماذا أريد أن أصل؟ يقول انه بالنسبه لهم هم حوالي 8 سنوات جلسوا يشتغلوا على اساس يقدرون يوصلون لهذه المرحله مقارنه مع يعني الوضع الحالي اللي متواجدين فيه هنا. يعني فانا يعني اكلمكم بكل صراحه انه بالنسبه يجب ان نطور وان نبحث على اضافه مسابقات وعدد كبير من المسابقات. دائما بالنسبه للاعب فهو يحتاج الى تطور تدريجي. ولذلك اللي ما يصير او يعتبر غير طبيعي انه لاعب له فقط 6 شهور في يلعب في المسابقه هذا مسابقات ويروح للمنتخب، يعني يشارك يمثل المنتخب. هذه وجهه نظري، يعني وجهه نظري الخاصه. يجب على يعني نتكلم علينا احنا كاتحاد ان احنا يكون فيه شويه مرونه على اساس نعطي امكانيه للانديه من اجل يعني انها تشارك باكبر عدد بيقصد مساله تصنيف. من جانبنا ان احنا نكون اكثر تساهلا واكثر مرونه على اساس نعطي امكانيه لكل الانديه انها تشارك يعني ونسوي مسابقات اخرى. هذا جزء من ما دار في الاجتماع اليوم للسيد لوبيز وهو رئيس اللجنة الفنية في المنتخبات أو لإدارة المنتخبات. الأستاذ أحمد عيد كان حاضرا كما تابعتم هذا الاجتماع أو سميه ورشة عمل، وتحدث بالتأكيد مع زميلنا اللي تابع اليوم الاجتماع بكل تفاصيل زميل عبد الرحمن العابسي. السيد لوبيز مكسب جيد لرياضة كرة القدم، وتفهم الأندية القيادية لهذه المرحلة كان كبير جدا. دعيت له 12 نادي، حضر 6 أندية وهذا عدد جيد. كل النقاش كان يصب حول نشأة اللاعب السعودي، تطوير اللاعب السعودي بمراحل سنية. الإخوان اتفقوا على أنها ستبدأ إن شاء الله من 8 سنوات، ويوضع برنامج متكامل من سن 8 سنوات حتى مرحلة الفريق الأول، وهذا بلا شك سيعطي القاعدة السعودية أكثر قوة. هناك دراسة قدمت بعد إخفاق المنتخب السعودي من الوصول إلى نهايات كأس العالم 2010. هذه الدراسة جديرة بأن تطرح وجديرة بأن تدرس وجديرة بأن يشارك أيضا أجهزة أخرى في هذه الدراسة. عدد اللاعبين الممارسين لرياضة كرة القدم من خلال هذه الدراسة وصل إلى حوالي 400 ألف مشارك. من يشاركون الأندية والمؤسسات التابعة للاتحاد السعودي والرئاسة العامة لرعاية الشباب رقم ضئيل جدا. من إسهامات الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الأمر يجب أن تكون عالية وعالية جدا. وضع المنشآت والبنية التحتية لكل مناطق المملكة بدون استثناء، وهذا إن شاء الله ما سنعمد إلى تحقيقه بحول الله سبحانه وتعالى. الأندية متفهمة الآن كثيرا لوضعها وإنتاجيتها للاعبين. في هذا الموقف أحب نشكر إدارة نادي الهلال
على توقيع عقد مع الاتحاد الأسباني، وكان هذا مؤشر إيجابي، خاصة وأن المملكة العربية السعودية أكاديميات كرة القدم فيها قليلة جدا، خاصة أن هناك أكاديمية واحدة في المملكة هي أكاديمية النادي الأهلي. الإخوان في نادي الشباب أيضا الآن بدأوا التفكير الفعلي في إيجاد مدير فني يتولى جميع المراحل السنية، وهذا مردود إيجابي. كل الأندية تسعى إلى هذا الهدف. الإخوان اليوم في نادي النصر أيضا طرح لهم رأي في هذا الموضوع، وإن شاء الله ستستمر هذه الأطروحات وستستمر هذه الأفكار. سامي، الحراك على مستوى الفئات السنية يبدو يعني واضح. السؤال: هل نتوقع له أثرا على أرض الواقع، أم أنه يظل ضمن دائرة الدراسات والخطط اللي دائما نسمع عنها ولكن لا نشاهدها على أرض الواقع؟ لا، ما في شك، هو مثل ما تفضلت حراك يتنامى ويتسارع في ذات التوقيت. بعد خروج المنتخب حقيقة سمعنا عن هذه الدراسة التي أشار إليها الدكتور أحمد عيد. أنا أعتبر هذا الاجتماع مهم جدا حقيقة، ويعني ثماره إن شاء الله سنجنيها بالقريب، ولكن حز في نفسي حقيقة الغياب الكبير إلى حد النصف من الفرق، يعني من أصل 12 نادي لم يحضر سوى 6. وربما يعني التوقيت قد يكون عامل مهم في هذه المسألة، ولكن مش 6 بس على فكرة سامي، عشان صح المعلومة، هي 6 أندية تشارك في الدوري الممتاز غابوا، و6 أندية تشارك في الدوري الممتاز الشباب والناشئين غابوا، يعني 6 و6. نعم 6 يعني من أصل من تقريبا 24 أتوقع. نعم يعني غياب 12 يعني 12 نادي، يعني هو النص حقيقة. يعني هذا أمر غير إيجابي وغير مشجع. ربما سوء تنسيق، ربما توقيت مثل، أو ربما تجاهل، كل هذه الاحتمالات، ولكن كان يفترض أن يكون في حضور. أعجبني حقيقة حديث السيد لوبيز بتكريس تواجد المدربين الوطنيين في عام 2013 أنه يكون حاصل على ليسن معتمد ومن الاتحاد مثلا الآسيوي، ويكون في دورات. هذا تشجيع ومحفز. يجب حقيقة على الأندية أن تتبنى المدربين الوطنيين بشيء من الجدية أكثر والاهتمام. نعم. أيضا عليها أن تختار وبعناية مسألة المدير الفني في الفترة المقبلة، خصوصا أنه سيكون هنالك فقط مدير فني واحد لجميع الفئات أو الدرجات السنية. نعم. هذا معناته يقع على النادي أيضا مسؤولية الاختيار والاختيار الجيد. حضور الدكتور أحمد عيد حقيقة أمر مهم أيضا وإيجابي. أنا متفائل جدا في مستقبل الفئات السنية بما سينصب بالإيجاب إن شاء الله على مستقبل الكرة السعودية والمنتخب الأول حقيقة. جميل. نتابع أيضا حديث آخر للسيد لوبيز، لكن كان حديث خاص بعد نهاية هذا الاجتماع التنسيقي مع زميلنا عبد الرحمن العابسي. Podamos conseguir también que haya competiciones en edades muy tempranas, que esto ayuda mucho a la formación de nuestros jugadores. وسوف نحاول أن نقوم بمسابقات من أجل أن اللاعب، الأساس أن اللاعب يبدأ في سن مبكرة من أجل إعطاء فرصة لتكوين اللاعبين. Pero que en estos proyectos no se puede estar acelerado, no es ganar un partido, es ganar a largo plazo en una organización, intentando buscar que nuestros jugadores puedan desarrollarse mejor y podamos tener en un futuro jugadores de mayor nivel. بالنسبة للمشروع هذا يعني سوف نحاول أن نسرع من وتيرته، لأنه ليس مباراة، فهذا مشروع يحتاج إلى وقت طويل، لأنه من خلاله سوف نحاول على تطوير اللاعب بطريقة تدريجية. Para ello, uno de los apartados importantes que hoy hemos tocado, que es el tema de la reforma de las competiciones, necesitamos de que tengamos mucho más equipo, mucho más jugadores y sobre todo que en edades tempranas empiecen
a competir. دائما ارجع واقول بالنسبه من اجل تطوير يجب ان تكون في يعني تعديل بالنسبه للمسابقات بحيث تكون في مباريات اكبر، تكون في مسابقات اضافيه، وكذلك محاوله انه اللاعب يبدا في سن مبكره من حيث الممارسه المنظمه. En mi caso yo veo a todos los máximos responsables, los veo ilusionados, pero sí es verdad que debemos de trabajar duro y trabajar fundamentalmente con muchísima profesionalidad. من ناحيه هذا الجانب فانا ارى بان المسؤولين كلهم يعني متحمسين للمشروع ولديهم رغبه يعني في انجاحه، ولكن نحن مطالبين وملزمين بالعمل بطريقه مهنيه وببذل مجهود اكبر. Nosotros aspiramos a intentar ser el equipo más fuerte de este continente. فاكيد بالنسبه لنا هدفنا نتمنى ان احنا نصير اقوى فريق على مستوى القاره. Pero no consiste solo en hablar. ولكن هي ما بتجيب الكلام فقط. Consiste en que los proyectos se ejecuten y además con el mayor rigor y لكن profesionalidad. عشان تقدر تحقق فانت لازم المشاريع اللي انت بتقوم بها لازم ايش انها تطبق وتطبق بطريقه يعني بالتزام وبانضباط وبتفاني. Y necesitamos ser muy exigentes y además que todos los proyectos se ejecuten rápido porque estamos perdiendo el tiempo. بالنسبه اللي يقول ان احنا لازم نكون ملزمين يعني ولازم نعمل من الحين يعني بطريقه مستعجله، ليش؟ لانه المشروع ما لازم يكون طول عليه، يعني لازم تحاول تبدا تطبقه في اقرب Pero وقت. vuelvo a decir, eso no es una competencia solo mía, es competencia absolutamente de todos. Es decir, de los clubes tienen que tomar conciencia, los responsables tienen que tomar conciencia y nosotros tenemos que darles toda la infraestructura profesional para que puedan rendir, ¿no? بالنسبه للموضوع ما يخصني فقط انا لوحدي، ولكن هو الموضوع متشعب، يخص الانديه، يخص عملي، يخص كذلك المسؤولين، فنحن يجب ان نخلق هذه البنيه التحتيه. سامي. طبعا أنا بأشير إلى بداية ورشة العمل هذه بسؤال استفزازي لهمم وحماس حقيقة المنسوبي أو مندوبي الأندية عندما قال لماذا نحن الآن نتخلف عن الركب. هذا يعني حقيقة مدخل مهم جدا. لم يتأهل لكأس العالم من 89 يقول. نعم. لماذا منتخب الناشئين؟ بنتكلم أيضا عن قول أو كلام لمدرب أسباني أذكره جيدا بعد تحقيق كأس الأمم الأوروبية، أنه أكد على تطور الكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني يرتكز على أمرين: أولا الاختيار الجيد والكفء للمدربين الأكفاء حقيقة في الدوري عبر الأندية، والتركيز على الأكاديميات. يمكن هنا مع التركيز ب8 سنوات قد يعوض بعض الشيء اللي هو الأكاديميات المتخصصة، لكن نرجع الكلام المختص وهو الخبير ركز على أمرين: البداية المبكرة من سن 8 سنوات، وأيضا تكثيف وزيادة عدد المباريات. هنا يجب أنا أقول لك أنه يتناغم النادي فكرا وقرارا مع توجه يعني الإدارة الرياضية للكرة السعودية. يعني يجب أن يكون في تركيز، في تدعيم، في فرص للمدربين الوطنيين الأكفاء، تحفيز لهم بدورات أيضا من قبل المدربين، وأيضا الاختيار الكفء للمدربين الفنيين. نعم. رحب من جدة بضيفنا الذي التحق بنا الآن الزميل العزيز جمال عارف. مساء الخير ابو عبد العزيز، ونعتذر عن التاخير، احنا اصلا كلنا بدينا متاخر اليوم، ارتباطنا بالحفل المباشر كان من الكويت لتكريم النجوم السعوديين، ما كانوا دقيقين في مواعيدهم معنا، اعطونا موعد غير الموعد اللي حصل، ولكن نعتذر لك ونرحب فيك. لا تمنون ابو تركي، الله يسلمك، انا سعيد بالتواجد معك، امسي عليك وعلى زميل سامي وعلى المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه الرياضيه وبرنامج الملعب تحديدا. وحقيقه انا يمكن يعني تاخرت يعني في وجودي داخل المبنى، مبنى التلفزيون، ولكن كنت اتابع مقتطفات من البرنامج. طيب. واشوف طلتكم الجميله. شكرا لك ابو عبد العزيز. كنا نتكلم عن مساله الفئات السنيه والاجتماع التنسيقي اللي عقد، 6 غابوا من الناشئين والشباب، 6 و6 يعني 12 نادي غابوا عن الحضور. لذلك أريد أن أسأل سؤال في ظل هذا الحراك الموجود على مستوى الفئات السنية لجنة المنتخبات اللي تشكر عليه، هل نستطيع أن نتحدث بأن لجنة المنتخبات في هذا المجال تعمل بمنأى عن الأندية السعودية بسبب عدم تجاوب الأندية السعودية في مع هذا الحراك؟ هل نستطيع أن نقول أنها فعلا هي تشتغل لوحدها، لأنه الأندية ما هي قادرة تستوعب هذه المرحلة وبالتالي قاعدين يقومون بشغلهم وشغل الأندية؟ هل تشعر بهذا؟
اولا ابو تركي، انا يمكن حقيقه لازم نقدم شكرا وتقديرا لاداره المنتخبات السعوديه، ولكن في نقطه مهمه احنا يمكن تحدثنا عنها من بدايه تسلم الاستاذ محمد المسعل مهمته. كنا نتمنى انه يكون هناك خطه طويله المدى وخطه قصيره الاجل، وبالتحديد في المنتخب السعودي الاول. احنا يعني خلينا نتكلم، احنا كرياضيين في المنطقه العربيه بشكل عام في المملكه العربيه السعوديه بشكل خاص، نعتمد بشكل اساسي على كيفيه التفاعل مع نتائج المنتخب الاول. وانا اقول يمكن العمل اللي تقدمه لجنه المنتخبات في الفئات السنيه عمل يمكن ما هو ظاهر للعيان ولا هو باين، ولكنه هو في عمل ممكن يثمر عن نتائج ايجابيه، وممكن نرجع للمربع الاول. ولكن كنت اتمنى انه يكون التركيز بشكل اساسي، حتى المتابع والمتلقي لما يشاهد المنتخب السعودي في الاول في تطور، اكيد حيتفاعل مع ما يحدث في الفئات السنيه. ولكن عندما نتجاهل المنتخب الاول بشكل اساسي ونتائجه مخيبه للامال، اكيد بالتاكيد حيكون التفاعل اقل كثيرا من قبل المتابع والمشاهد السعودي. نعم. في عمل، ولكن انا اقول انا دائما اقول احنا لازم نضع نفسنا في مكاننا اللائق. لا نقول اننا احنا مثلا الفئات السنيه هي مثلا النتائج الاخيره اللي تحققت في بطوله كاس الخليج هي نتائج تقدم المنتخب السعودي بالشكل او الكره السعوديه بالشكل الذي يليق بها. انا اعتقد الكره السعوديه قادره في فضل الامكانات الموجوده والمواهب، واللي يقول ما في مواهب انا اقول في مواهب موجوده وعناصر. انا لو كلنا نتابع دوريات الشباب والناشئين ونتابع ان هناك عناصر شابه متميزه في الفرق والانديه السعوديه. طيب. ولكن النقطه الاساسيه اللي تفضلت بها ابو تركي اللي مساله عدم اهتمام الانديه او عدم تفاعل الانديه مع ما يحدث في المنتخبات، هذه حقيقه يمكن مسؤوليه مشتركه بين الطرفين. وانا اقول الانديه التي لا تتفاعل مع مثل هذه الورش الحقيقه يجب عليها ان تراجع نفسها كثيرا، لانها في النهايه حيكون نتائجها. وخلينا اعود بالذاكره، يمكن الناس او رؤساء الانديه الحقيقه يركزوا بشكل اساسي على انهم يحصلوا البطولات في فترتهم تواجدهم في الرئاسه، وينسوا الفئات السنيه، وهذا مما اثر على بعض الانديه والفرق السعوديه. جميل. الان ساذهب الى موضوع اخر، واذكر انه طبعا اليوم احمد عيد قال في اثناء الاجتماع، قال لقد ركزنا على العقول او ركزنا على الرجول نسينا العقول. اختم بهذه الجمله ثم اذهب الى موضوع اخر، والحديث هنا عن لجنه الانضباط التي اجتمعت اليوم وقررت العقوبات التاليه. اولا على مستوى الانديه، عاقبت طبعا نادي الاتحاد بسبب التاخر في نزول الى ارض الملعب في مباراه التعاون والاتحاد والمقامه في بريده. المهم ان هذا التقرير طبعا جاء اليوم، وقررت لجنه الانضباط تغريب الاتحاد 15,000 ريال، قرار غير قابل للاستئناف. والاتحاد طبعا في هذا الجانب اكثر من مره يحدث منه هذا التاخير، وهذه يمكن ثالث عقوبه ربما ثالث هذا الموسم ربما ثالث عقوبه في مش هذا الموسم، نتكلم عن الفتره الاخيره عموما. تاخر امام الاتفاق وامام النصر اعتقد وامام التعاون. طيب، الموضوع الاخر في ايضا بخصوص لجنه الانضباط، عاقبت لاعب نادي هجر توفيق ابو حميد بالايقاف مباراه رسميه واحده بناء على ما حدث منه في مباراه الاتفاق وهجر، وهو معاقبه اللاعب بعنف باستخدام القوه المفرطه وفقا للتسجيل المرئي. طبعا لجنه الانضباط كان هذا الاجتماع يوم 25/11. المهم بأنها لم تشر من خلال هذا الاجتماع إلى الحادثة الشهيرة، وهي نزول الأستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب إلى الملعب. وبالتالي هذا يشير فقط إلى، بالرغم من أنه تحدث في ذلك اليوم وأنه يعرف أنه مخالف للقوانين، ولكن في الاجتماع لم يأتي أي شيء يخص البلطان، وبالتالي هي تبرئ البلطان من العقوبة. هذا أبرز ما جاء في اجتماع لجنة الانضباط اليوم.
إذا كان سامي يبغى يعلق. طبعا انا ابغى بس اكد على انه لجنه الانضباط يعني بالنسبه لموضوع الاتحاد ما ادري اذا كان في العقوبه تظل كما هي المبلغ او تتضاعف خصوصا بعد تكرار المخالفه. بالنسبه لمباراه اللاعب هجر، يعني انا استغرب في هذا المشهد تحديدا كيف ان الحكم الدولي فهد المرداسي لم يشاهد اللعبه، هي تحديدا مشابهه لنفس لعبه اللاعب الشباب عبد الله الاسطى مع لاعب الشعله، لكن في عندي 3 تعليقات. التعليق الاول نظريا الأستاذ خالد البلطان قد يكون خالف وهو اعترف بذلك، نظريا هو خالف التعليمات واعترف بذلك، لكن أنا أراها من الناحية العملية كان نزوله في تلك اللحظات بين الشوطين كان حقيقة إيجابيا من وجهة نظري لتخفيف يعني حدة الانفعال لدى لاعبيه، وأيضا ربما كان حديثه مع حكم المباراة يعني أيضا ساهم في عملية تهدئة أيضا انفعالات الحكم أو مجاراته ل انفعالات اللاعبين أثناء المباراة. طيب. ولكن في المجمل هو يستحق أن يعني تتخذ الانضباط قرارا حول دخوله وباعترافه شخصيا. الأمر الثاني برأيك؟ ما أدري أنا حقيقة، هذا السؤال يوجه لجنة الانضباط، لكن أنا تكلمت لك أنه هو الرجل اعترف وأنا أراها من ناحية يعني على الورق هو خالف، ولكن أنا قلت لك من ناحية عملية. الأمر الآخر اللي أنا أستغرب حقيقة صمت لجنة الانضباط المطبق تجاهه، لاعب الوحدة صرح في بعد مباراة النصر والوحدة للأستاذ عبد الله العضيبي أنه سمع يعني أو تلفظ عليه الكابتن حسين عبد الغني قائد فريق النصر بكلمات يعني هو يراها وصرح فيها من اليوم الآخر في جريدة الرياضية أنا شفتها. أستغرب أنه لجنة الانضباط لم تحرك يعني ساكن تجاه هذه الحادثة. الأمر الآخر أيضا حديث الكابتن والقائد اللي أنا أحبه واحترمه حقيقة محمد نور بخصوص حكم مباراة التعاون التي عوقب فيها الاتحاد أيضا بالتأخير اللي هو الدولي فهد العريني. بعد المباراة تحدث بأنه الحكم تحامل عليه. مثل هذه التصريحات في الدوريات الأوروبية قد تؤخذ بمنظار لجنة الانضباط في الاتحادات أو بالعقوبة. نعم. أيضا مرت هذه رغم تقديري وأنا أكد عليها وتقديري الكامل حقيقة، ما أعتبر محمد نور هو ترمومتر الروح الاتحادية والذي نعول عليه حقيقة هو وأيضا نجوم الأهلي في الوصول إن شاء الله كطرف ثابت لكرة السعودية. ولكن أنا أستغرب حقيقة صمت لجنة الانضباط من الحالات الثلاث هذه. طيب عموما هي حالة ظهرت على الشاشة، يعني التصريح كان على الشاشة ولا كان؟ طبعا صرح للقناة الرياضية بعد المباراة. طيب. وأيضا حسين اللاعب الوحدة لا يحضرني اسمه حقيقة صرح أيضا بخصوص الكابتن حسين عبد الغني. طيب أذهب إلى جمال عارف، كيف تقرأ هذه أول شيء بسألك عن الاتحاد، يعني طالما أنت كنت قريب من الاتحاد لماذا تتكرر هذه الظاهرة عند الاتحاد؟ طبعا هي ما فيها شيء في النهاية، يعني ما أتكلم عن لا فيها تجاوز ولا شيء، ممكن على مستوى النظام وضبط الوقت وهذا شيء معروف، لكن غريبين في الاتحاديين كثير تتكرر عندهم هذا الموضوع. لماذا برأيك؟ عطنا تفسير كذا. هل هم يعتقدون مثلا بأنه تفاؤل يعني يحبون ينزلون متأخرين مثلا، يعني فريق الخصم يبغون مثلا يخلونا يستفزونا مثلا، أو مش يستفزونا مثلا يخلونا يرتبك شوي يشتتونا؟ ما أعرف وش النظرة عند الاتحادين بهذا ولا تقول إنه موضوع طبيعي أكيد لأنه قاعد يتكرر. اولا تسمح لي يا ابو تركي خليني بس اشدد على كلمه قالها الاخ الزميل سامي رغم تقديره وحبي للكابتن محمد نور. خلينا نحط خطين تحت حبي لمحمد نور، يعني خلينا بس يعني نتجاوز هذه الكلمه. لكن انا بقول شيء واحد، حتى الحديث حق محمد نور ما كان فيه تجاوز على الحكم بقدر ما كان توضيح لبعض وجهات النظر، وإن كنت أنا شخصيا أرى أنه ما كان المفترض أنه يتحدث، خصوصا وأنه بعد المباراة اللاعب دائما يعني بعد التعادل أو بعد النتيجة في الدقائق الأخيرة يسجل هدف تعادل ممكن له تأثير، ولكن في النهاية هو ما تحدث بشكل سلبي ولا أساء للحكم. حتى مثلا كلمة الحكم ظلمنا ما فيها كلمة الحكم ظلمنا، لأنه هذه يؤخذ فيها في لجنة الانضباط. أما مسألة الاتحاد وكيفية التأخير أنا نعم قال تحامل، حتى لو تحامل ما فيها ظلم. تحامل يا حتى لو قال تحامل، شفت انك تحبه قديش؟ انا واضح انك تحب، واضح لا والله انا احبه في الملعب، مالي عشان كده حافظ كل انا احبه كلاعب في الملعب، يعني لا معليش يخدم الاتحاد معليش يعني لجنه، هل تتوقع انه لجنه الانضباط
يعني ما شاء الله قد كده تحب نادي الاتحاد وتحب اداره نادي الاتحاد ولاعيبه نادي الاتحاد. يعني ما شاء الله احنا شفنا الشواهد كثيره في ايقافات كثيره في اكثر من مباراه للاعبي الاتحاد. انا اقول خلينا نتجاوز هذه النقطه، لكن النقطه الاساسيه الحقيقه اللي هي مساله تاخير الفريق. يعني نادي الاتحاد يعاني كثيرا من الازمه الماديه، وهو دائما يتحدث عن غياب الدعم المادي من الشرفيين ومن الجماهير، لدرجه انه كان يطالب جماهير الاتحاد بدفع 200 ريال وشيء زي كذا. وفاجأ الان في كل مباراه يخسر 15 او 20 الف او 10,000. هذه المبالغ لم تكن افود لنادي الاتحاد ان يكون حاضرا في قبل المباراه وبالتوقيت المناسب وينزل الملعب قبل المباراه. هذه امور تؤكد ان هناك في خلل في الفريق، وينبغي على اداره نادي الاتحاد ان تتعامل، لانه للامانه يعني انا شايف في الفريق يعني ما في القائد او الكابتن او مدير الفريق او المشرف العام على الفريق، ماني شايف مين. يعني كل يوم احد يتحدث باسم نادي الاتحاد. يعني حتى الاحاديث اللي تخرج من نادي الاتحاد انا اتمنى، وبالذات في المرحله هذه اللي هي المرحله الحاسمه، اتمنى ان يصمت الاتحاديون ويكرسوا كل وقتهم للعمل داخل الفريق. جمال اسمح لي في هذه الفتره افضل كثيرا. نعم اسمح لي بس، انت تقول انه اداره الاتحاد وتتكلم عن الاداره، هذه الحادثه بالرغم انها حادثه ربما يعني الواحد ما يتوقف عندها كثير، ولكن تكرارها هو المستغرب. كانت من معروفه عن الاتحاد حتى من السنوات الماضيه، يعني كل مباراتين 3 مباريات يتعرض لعقوبه بسبب التاخير، وانت كنت موجود في النادي. ولذلك اسالك لماذا يعني هل هناك مثلا لا مو صحيح. الا يا ابو عبد العزيز، انا اطلع لك بالتواريخ اذا اردت. السنه الماضيه اكثر من مره يعاقب الاتحاد بسبب التاخر، هذا معروف عند الاتحاديين وجماهير الاتحاد كلها تتكلم عنها في النهايه. هي مش قضيه على فكره، يعني مش هي ما فيها تجاوز، ما فيها اساءه ولا شيء، يعني هو لا هي قضيه مش قضيه. انا بالنسبه لي اعتبره شيء عادي، واحد متاخر دقيقتين ما نزل، بس تكرارها عند الاتحاديين ليش؟ اعتقد انها فيها شيء يعني مقصوده لسبب ما. أنا أقول يا أبو تركي ليش أنا أقول قضية؟ لأنك أنت في أزمة مادية. يعني 10,000 وال 15,000 وال 20,000 هذه اللي بتخسر من النادي أنت أولى بها. أنت طيب. في حاجة أنت الآن بتطالب الدعم المادي من الجماهير. فأنا أقول قضية، لو أن النادي عنده ما شاء الله بحبوحة من الملايين، ما هو مشكلة لو تأخر أو شيء، طالما أنه هو فيه هدف استراتيجي بالنسبة للفريق. ولكن الفريق يعاني. وش الهدف بس أبغى أفهم. أنا أقول ساعدني أنت، وش الهدف؟ أنا أقول لو في استراتيجية معينة للفريق إنه اللعيبة مثلا يتأخروا في صلاة أو شيء زي كذا، أو يعني قبل المباراة لكن كل هذا لا يمنع ولا يبرر هذا التأخير. أنا أقول التأخير هذا يسجل على إدارة الكرة في نادي الاتحاد، ويجب على إدارة نادي الاتحاد أن تتفاعل مع هذه النقطة بالذات، لأنه 15-20 لو جيت نهاية السنة 10 مباريات هذه 250,000. 250,000 هذه ممكن يعني يسددوا فيها كثير من الأمور داخل النادي. طيب. لكن أرجع وأقول أتمنى من الاتحاديين الصمت الآن والعمل وعدم الخروج في القنوات الفضائية، لأنه في أمور تحدث الآن تضع الاتحاد وإدارة نادي الاتحاد في موقف الحديث الكثير. ويعني حتى مثلا حتى بعد مباراة الاتحاد طيب. والاهلي في تنس الطاولة في البطولة الخليجية كان بعد الحديث واللغط. واتمنى الان ان تهدأ الامور، لاننا في النهاية يجب ان نقدم مباراتين مهمتين في بطولة كأس آسيا يتأهل بهم الفائز الى النهائي، وهو هذا الامل المنشود الذي طيب. نأمله كفريقين سعوديين. تبغى تقول شيء سامي؟ اي ابغى اقول انه التأخير مرتين 3 يعني يعكس عدم انضباطية للفريق ككل، مو بس يعني هذا المدرب المدير الفني العام، وايضا للاعبين، وايضا لإدارة الكرة. الامر الاخر لما نقول لنا مع حبي وتقدير محمد نور، يعني احنا نحترم اللاعب، ولكن محمد نور قال جملتين انه الحكم تحامل علينا، وانه الحكم او التحكيم الاسيوي افضل من السعودي. تسالونا ليش احنا مثلا نبدع او نتالق في اسيا ونخفق مثلا في المحلي؟ كله فيه هذا يعني اتهام. انا ما يعني زي ما تقول ما استقصد محمد نور، لكن نور تكلم بعد المباراة مثل هذا في الدوريات الأجنبية، مثل يعني أقول لك أشلي كول في تغريدة في تويتر تم تحذيره وممكن يعني تهديده بالغرامة إلى أن اعتذر أول أمس يعني. طيب
وانتهت القضيه بخصوص. طيب عموما انت ترى بانها تستحق العقوبه، جمال يرى بانها انا قلت تستحق. 3 ملاحظات على رئيس نادي الشباب، انت تتكلم عن الشباب وتصريح النصر الوحده والاتحاد نعم. أو عبد العزيز، يعني كل واحد له راي في النهايه، هو يرى بانها يعني تستحق العقوبه وانت ترى انها ما فيها شيء. هي صحيح مضبوط، وضحت الصوره. اذا عندك شيء مضبوط. انا بس في نقطه بس هي في نقطه صغيره بس اضيفها يا ابو تركي. انا اقول هو يقول هذه اتهام وانا اقول له هذا رايي، زي ما نحن نطرح الراي لما نقول الحكم الاسيوي افضل من الحكم السعودي، هذه وجهه نظر وراي يطرحه محمد نور، ولكن زي ما نحن نطرح الاراء الان هو يطرح الراي واعتبرها تهمه، وزي ما الان يتحدث برايي انا اتحدث برايي، وبالتالي اصبح راينا نحن محسوب علينا نحن. انا رايي انه محمد نور رايه انه الحكم الاسيوي بعض الحكام الاسيويين افضل من الحكام السعوديين. طيب. هذا رايه وضحت ولكن الصورة. لا تعتبر تهمه. طيب هي راي في النهايه يعني سواء قبلناه ولا ما قبلناه. وضحت الصورة. معليش بس في عناصر للعبه ليش خاطئ؟ فيه قرار في الانضباط، انا وجمال عارف ما يشملنا هذا القرار، لكن عندما يتم التعرض لاحد عناصر اللعبة موضوع فيها قانون يعني أو لائحة. بس هو يرى بأنه لجنة الانضباط قدرت ربما قدرت بأنها ليس فيها إساءة. وضحت أبو عبد العزيز، اسمح لي لأن عندنا مواضيع ثانية حنروح لها، وضحت آراءكم فيها. قبل ما نروح للموضوع المنتخب، تفضل يا أبو تركي. شكرا لك. قبل ما نروح للموضوع المنتخب حنشوف بس الفروسية. تعرفون طبعا أنها من الألعاب التي تقدم حضورا ملفتا ومميزا للسعودية، تحصد ميداليات تحضر في كل مكان. كان في مناسبة اليوم للفروسية، كان فيها توقيع عقود لإقامة بطولات للفروسية في السعودية طبعا لتشجيع اللعبة. بالتأكيد حضرنا في هذه المناسبة وخرجنا بهذا التقرير. البطولة هذه كفكرة ما هي جديدة، هذه بتكون إن شاء الله بطولة الوطن الرابعة، لكن إضافة بطولتين لها هذا هو الشيء الجديد. البطولة في السابق طبعا كانت بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية وما زالت، والآن أضيفت لها بطولة دولية بأشواط متنوعة وبقيمة جوائز عالية مثل ما سمعتوا. لكن إن شاء الله سوف يكون بالقريب إعلان أكثر عن تفاصيل للأشواط وللمشاركة وطبيعة المشاركة في هذه البطولة اللي من خلالها تضاف إلى الجدول الزمني لبطولات الاتحاد السعودي الفروسية. البطولة تعرف احنا نستمد دائما أفكارنا في دعم الفارس السعودي من سيدي والدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد حفظه الله. بداية الفكرة كانت في بطولة للوطن لدعم الفارس السعودي في بطولة تليق بسمعة الرياضة، ولله الحمد نجحنا في تواجدها ل3 سنوات بالتعاون مع شركات راعية كبيرة وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد ونائبه سمو الأمير عبد الله بن فهد اللي أتاحوا لنا كثير من التسهيلات صراحة والخدمات. سنذهب الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الثاني وفيه الحديث عن المنتخب، حديث للسيد ريكارد وحديث لمدرب الكونغو وكذلك أحاديث اللاعبين وأجواء المعسكر من الأحساء بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا سامي اليوسف وجمال عارف من جدة. المنتخب السعودي يلعب غدا مباراته الودية أمام منتخب الكونغو في الأحساء. تقرير يتحدث عن المباراة. استعدادات جدية ومباريات ودية خاضها الأخضر السعودي في إطار تحضيراته لتصفية كأس آسيا وكأس الخليج المقام في منتصف يناير القادم. الأخضر خاض لقاءين، الأول مع المنتخب الأسباني بطل كأس العالم وبطل أوروبا مرتين متتاليتين في عقر داره. خسر الأول بخماسية ثقيلة
البعض يراها طبيعية عطفا على مستوى الفريقين، والبعض يرى أنها بداية غير مطمئنة. أما الجهاز الفني والإداري فله رأي آخر، باعتبار أن المنتخب السعودي في بداية المشوار وبإمكانه معالجة وإصلاح الأخطاء لإعداد منتخب قادر على المقارعة وتحقيق الإنجازات ورسم الابتسامة على وجوه محبيه من جديد. السيد ريكارد المدير الفني للمنتخب عبر في مؤتمر صحفي سابق عن ثقته التامة بعناصر الفريق وقال: أحب أن نأتي من الطريق الصعب. اللقاء الودي الآخر في فرنسا كان مع المنتخب الجابوني، وخسارة أخرى تلقاها الأخضر بهدف دون رد ليتوقف القطار عند تلك المحطة، وتكون المحطة القادمة مع المنتخب الأرجنتيني في 12 من نوفمبر القادم. مؤخرا أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2015 والمقامة في أستراليا المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع العراق والصين وإندونيسيا، وسيفتتح المنتخب السعودي التصفيات بلقاء نظيره الصيني على أرضه في 6 من شهر فبراير من العام المقبل، ويختتمها بلقاء المنتخب الإندونيسي في 5 من مارس عام 2014 في الرياض. أتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب. المنتخب الآن معسكر في الإحساء من بعد نهاية الجولة الماضية، وبالتأكيد ريكارد اليوم تحدث لبرنامج الملعب مع زميل بدر العثمان اللي زار اليوم معسكر الأخضر المليء بالتأكيد بالبهجة في الإحساء، حيث أضاف أهالي الإحساء نوعا من البهجة والسرور إلى اللاعبين وإلى الجهاز الفني والإداري بحضورهم المتكرر واحتفالهم بلاعبين المنتخب السعودي. ريكارد قال أنه سعيد بالأجواء في الإحساء، وقال بأنه لا يعرف منتخب الكونغو. نسأل السيد ريكارد عن هذه المرحلة الهامة للمنتخب، بحيث الاستعدادات، حيث معسكر لأول مرة في الأحساء، كيف هي الأجواء، كيف هي الأمور، هل هي مساعدة في ملاعب الأحساء؟ ما إلا كل الشكر طبعا للجمهور في مدينة في الحسا. طبعا استقبالهم شيء مقدرينه كثير يعني، ما إن إلا كل الشكر لهم على حسن الترحيب، وبنفس الوقت الحمد لله يعني إن شاء الله إنه فريقنا يقدم مباراة خير اللي يمتع الجمهور في الحسا، وبدون شك يعني عندنا الملاعب هنا متوفرة ومن أجمل ما يمكن إنه الواحد يؤدي تمارين عليها أو يلعب عليها، فلذلك الحمد لله كل شيء متوفر، وما إن إلا كل الشكر للجميع المسؤولين هنا في الحسا. نسأل أيضا السيد ريكارد عن اللاعبين السعوديين المحترفين خارجا، عبد الله الحافظ، صالح الشهري في البرتغال، ايضا اسماء عديده تتواجد خارج المملكه لم يتم استقطابها من قبل السيد ريكارد. نتابع طبعا خطواتهم، طبعا هم شباب دم جديد ان شاء الله، وان شاء الله يخدمونا في الكره السعوديه، لكن نتابعهم ان شاء الله مستقبلا يعني باي لحظه ممكن يكونوا متواجدين، فهي خبره وتجربه كويسه كثير بالنسبه لهم، وهو رايح يتابع هالاشياء كلها. اللاعبين الان يلعبون اساسيين في فرقهم في الدوري البرتغالي الاول، لكن ان شاء الله زي بالمستقبل ان شاء الله ايش يخدمونا، لكن هو متابعهم يعني عارف شو بيلعبوا، المباريات اللي لعبوها والاشياء كلها، لكن هو متابع كل الاشياء هاي، وان شاء الله مستقبلا يكونوا متواجدين معنا ويكسبوا الخبره والاحتراف كل نتحدث ايضا عن منتخب الكونغو، المنتخب الذي سنقابله غدا، ما الذي يعرفه السيد ريكارد عنه؟ هل شاهد اخر مباراه لهم امام مصر؟ يعني لحد الان ما شاهد اي شيء بالنسبه لفريق الكونغو، ما عنده معلومات عن فريق الكونغو، لانه امس وقت المباراه اللي لعبوها ضد مصر ما بنعرف اذا تلفزوها ولا، لكن كان عندنا تمرين يعني بكل الحالات كان عندنا تمرين، ما شاهد شيء. ان شاء الله اذا سجلت يعني المباراه اللي نشاهدها الليله او بكره، واللاعبين برضو ياخذوا ملاحظات على الفريق الكونغولي، لكن حتى الان ما عنده اي معلومات. بعيدا عن المنتخب السعودي الحالي، نتحدث خارج المنتخب، ما الذي ينقص اللاعب السعودي حتى يصبح لاعب كرة قدم حقيقي؟
هو معروف يعني عندنا في المملكه العربيه السعوديه طبعا اللاعبين طبعا بيلعبوا بانديتهم، والنجاح للاعب لما يظهر اللاعب في مستوى وينجح في فريقه طبعا هنا بتبدا العيون عليه، طبعا بيصبح كنجم وكلاعب محترف. لكن طبعا كلهم بيلعبوا بانديتهم هنا، يعني ما عنده الوقت اللي يشوف شو اللي بناقصهم كمحترفين يعني. لكن بشكل عام اللاعب بيحاول يؤدي افضل ما عنده، وهذا كله يعني بيحاولوا يؤدوها في الدوري او في كاس اسيا او في مستويات ثانيه. سامي، المنتخب بكره يلعب مع الكونغو. ريكارد يقول لك انا ما اعرف الكونغو ولا شفته. ما ادري وش ممكن نقول عن هالموضوع بصراحه. انا استغربت حقيقه من كلامه. هل هو امر طبيعي انه ما يعرف المنتخب مثلا ولا؟ والله يا اخي استغرب يعني يكون كلام مدرب محترف مدرب منتخب بهالطريقه هذه، يعني بكل يعني عدم مبالاه او يعني ما ادري ايش اسميها حقيقه. هي عدم مبالاه، لا شعور بالمسؤوليه. طيب ايش قاعد تسوي؟ طيب انت سؤال يعني يمكن يلعب على منتخبه يعني وجهازك الفني، يعني انت قاعد يعني حتى مباراه تسجيل يسال هو والله ما ادري اذا هم سجلوها ولا لا، ولا يعرف الكونغو. طيب من اختار؟ يعني هنا نضع علامه استفهام كبيره. من اختار مباراه الكونغو؟ وما هي اليه او ما اليه اختيار المباريات الوديه؟ على اي اساس؟ هذا واحد. شيء ثاني، انت ايش قاعد تسوي يا كابتن ريكارد؟ في المقابل شوف عشان اوريك العمليه الاحترافيه الحقه. يعني انا قرأت اليوم لقاء قصير او شبه مطول مع مدرب الكونغو اللي هو الفرنسي، ما يحضرني اسمه حقيقه. اعطى تفاصيل دقيقه عن المنتخب السعودي في صحيفه الشرق للامانه عشان نكون مهنيين مع الزميل ظفر الله المؤذن. اعطى تفاصيل دقيقه عن المنتخب وتحدث عن دور سامي الجابر بالتفصيل. يعني لقاء مطول بنسمع عندنا لقاء عن الكونغو بالضبط. يعني عموما يعني تكلم كلام حقيقه بالتفصيل. طيب يعني يستشعر يعني انت تشوف انه مش امر طبيعي انه مدرب منتخب ما يعرف الفريق الاخر وما تابعه؟ ليش بتلعب معه؟ انت وش اللي بتسويه يعني انت كهدف؟ يعني انت اول شيء ليش اخترت المنتخب؟ يعني في النهايه اختيار تعرف انه مش وفق يعني وفق المتاح. خلينا نكون واضحين بعد، يعني مش عندك والله 20 احنا ترى الحين ما تحدثنا انه الكونغو لاعب قبل يومين مع مصر او 48 ساعه مع مصر وفاز عليه مصر 3. اوكي، يعني كيف بيجيك الان وبيلعب معك؟ هو بيلعب بالشبان على فكره، قال اي بيلعب بالصف الاول، بيلعب يعني شوف لاحظ. بس انا اقصد في النهايه سامي الاليه في علامات استفهام كثيره حقيقة. خلي الاليه الاختيار. انا اتكلم طالما انت بتلعب مع منتخب، انت في خلال مسيرتك الاعلاميه من الطبيعي انه المدرب يقول انا ما اعرف المنتخب. هل الحدث هذا من غير الطبيعي؟ طيب كيف تشرح؟ انت تقول مو هو قال انا والله كنت مشغول في التمرين. طيب وش قاعد تشرح للاعبين؟ تبي تطبق يا اخي بيلعب على امكانياته. طيب ما تعرف الفريق المقابل. طيب طيب يعني قاعد احاول ادافع انا برضه، لازم اسوي توازن. هو مش موجود يعني هو. اروح لجمال. وش رايك في حديث المدرب؟ ابو تركي، انا يمكن قبل 3-4 ايام اتكلمت في برنامج في احدى القنوات الفضائيه، يعني استغربت حقيقه ان نختار الكونغو وتوغو وفرق ومنتخبات حقيقه لا تليق تماما بالكره السعوديه. قالوا لي لا يا اخي الكره السعوديه الان في مستواها ضعيف ولازم تبحث عن اي فريق تلعب معه، وهذا كلام غير مضبوط. يعني تخيل الان هو ريكارد، احنا دحين حطينا كل الامور على ريكارد ونسينا إدارة المنتخبات، رئيس وإدارة المنتخبات السعودية. ما هو دورها في اختيارات وما هي المعايير التي تتم فيها اختيار المنتخبات التي تلاعب المنتخب السعودي؟ أنا أقول يعني مدرب يسأل لا يعرف منتخب الكونغو، على أي أساس؟ من الذي اختار له؟ أكيد اللي اختاروا له إدارة المنتخبات، وأكيد الرجل قال جيبوا لي اي شيء طالما انه العمليه انكم تبغوا تجيبوا اي منتخب يلعب معانا جيبوا. يا اخي لازم انا لما دحين خسرنا قدام اسبانيا. لا بس دقيقه يا جمال الله يسعدك، خلينا والله العظيم عشان ما نكون قاسين يا جمال، يعني خلينا نتكلم عن الاختيار. ليس من المعقول ان نتحدث عن خيارات كبيره للمنتخب السعودي، الخيارات ليست كثيره عشان نكون واضحين، وفي النهايه ايضا ليس من المعتاد ان يكون المدرب هو صاحب القرار الوحيد
في اختيار المنتخبات، يعني في اداره، لا في طيب مدير ممكن منتخب. ممكن خليه بس لا. يكمل لا كلامه في نقطة جمال. مهمة في هذا الخصوص. طب انا اللي اقول كذا يا اسمح اخويا ابو تركي، انا اللي اقول كذا. طيب لا بس انت أنا تقول بقول الان كلمة انه بس. على أبو اساس تركي، اي أنا اللي منتخب بقول جيبه، كذا. لا مش اي منتخب عادل، أنا جيبه، يعني بقول جملة بهالطريقه مهمة. يعني عادل. كانه ما في حد قاعد يشتغل. لا بصراحة. اسمح لي بقول معلومة لا مهمة لا تعزز لا كلام لا لا أبو عبد دقيقة العزيز. دقيقة يا ابو تركي، دقيقة يا ابو تركي، أبو عبد العزيز، خلينا اسمح اكمل لي. كلامي الله يخليك معلش. اذا سمحت لي بس خليه يعطيك الجمله عشان أنا يعزز بعزز كلامك يعني. كويس تفضل سامي. إدارة المنتخب منحت تصريح لمدة أعتقد 3 أشهر أو ل3 مباريات عفوا لوسيط غير سعودي. أيوة. ما أبغى أقول جنسيته عشان ما ندخل في متاهات. طيب. واشترطت عليه أنا أحتفظ بهذا الخطاب لدي يعني، واطلعت عليه أنه يعمل 3 مباريات، يختار 3 فرق في الفترة من كذا إلى كذا، وعليه أن يعود إلينا قبل أن لا يعتمد أي مباراة إلا بالعودة إلى إدارة المنتخبات السعودية. هذا تأكيد على كلام أستاذ جمال. شيء كويس. طيب أوكي شيء كويس، إنه معناته كيف حتقرر إدارة المنتخبات إلا بالرجوع للمدرب. صحيح. المدرب له في الخيارات. الأمر شوف في المقابل طيب. من نظم مباراة فرنسا واليابان وسيط سعودي. فهمتني؟ طيب واضح. من نظم مباراة فرنسا واليابان وسيط سعودي، وهو الذي سينظم مباراة اليابان والبرازيل. لاحظت الفرق هذه شلون؟ معلومة متأكد منها. 100% وسيط سعودي. كما اني متاكد اني انا ادرس معك. طيب تفضل ابو عبد العزيز. يعني شركاء اثنين احدهم السعودي. مش عادة سامي يفزع احد يعني، بس فزع لك. تفضل. تفضل عشان ما يزعل على سالفه نور بس. لا معلش ابو تركي، انا لما انت قلت لي ما هو يعني احنا قاسين شويه، لا نكون قاسين. احنا لازم نكون صريحين وشفافين. انا اقول بصراحه احنا قاعدين نلوم ريكارد. طيب. ولكن الواضح انه ريكارد بيجد منتخبات وبيجد عمل، وشاف العمل يتكرر بالنسبه زي ما تفضل ابو الاستاذ سامي، انه في وسيط غير سعودي جاب المنتخبات واختار المنتخبات هذه. اذا العمليه فيها نوع من السمسره. اذا كان الاخ سامي يقول سمسار يتدخل في اختيارات المنتخب السعودي، هل هذا كلام يقبل؟ وفي الوقت اللي يعني وكيل اعمال سعودي او منظم مباريات سعودي يختار يلعب اليابان مع فرنسا، يعني انا ما اقدر اقول، لانه الاخ سامي بيقول انه في سمسار في وسط العمليه هذه، فهذا عمل ارتجالي. لا نلوم فيه ريكارد، ولكن ريكارد طالما انه وجد العمل قدامه، وجد المنتخبات، اكيد حيوافق. والدليل انه يقول انا ماني عارف المباراه مسجله لي ولا ما مسجله. ايش دور اداره المنتخبات في هذا الموضوع؟ طيب يعني المفروض انه يكون في سيستم ونظام عمل ماشيين عليه، في عمل وفي برنامج انه المباريات حتكون مسجله، سجلنا لك مباراه. وبعدين الفريق الكونغولي هذا لاعب مباراه قدام مصر قبل يومين وخسران 3-0، هل تتوقع انه يعطي نفس العطاء ولا يلعب بنفس العناصر؟ مغلوب من مصر 3-0. اذا هل هذا مستوى يليق ان نحن نستفيد منه؟ لما خسرنا قدام اسبانيا ما زعلنا، لانه في النهايه خسرنا امام فريق المنتخب، استفدنا منه وتعلمنا منه. مو صحيح مو صحيح يا جمال، مو صحيح ما زعل. ولما نلعب الشارع الرياضي، معليش يا ابو عبد، الشارع الرياضي قلبها نكته، لا تقول لي ما حد زعل. قاموا ينكتون عن المنتخب، وكثير من الاراء كانت أنا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ابو تركي والله ما زعلت. كثير من الاراء كانت تقول غلط اختيار المنتخب بهذه القوه، خلينا نلعب مع منتخبات على مستوانا عشان ما ننهزم اكثر ونتعرض لاحباط اكثر. كل هذا الكلام انطرح يا جمال، وبالتالي لما يجي يختار منتخب مثل الكونغو نقول له لا. هل هذا الكلام يقنعك يا ابو تركي؟ انا اسالك عن هل هذا الكلام يقنعك انت؟ انا اتكلم عن راي مطروح يعني في لا انت كواحد متابع ورياضي ومتابع الشارع الرياضي، هل الكلام هذا يقنعك؟ ما يقدر يقول راي على اننا لما نلعب ونغلب من اسبانيا 5. انا ما اقول راي يا ابو عبد العزيز، انا يعني اطرح اراء موجوده في الشارع. لا بالعكس يا اخي، لا بالعكس ابو تركي، انت صاحب راي ومشهود لك انك صاحب راي، حتى لو انك تقدم برامج ولكن لك راي، وانا احترم رايك في كثير من الامور حقيقه، مو عشان مجامله لك. يعني هذا شيء اقوله، وانا اقول انك انت صاحب راي في البرنامج حتى وانك مقدم، ولكن انا اقول لما نلعب قدام اسبانيا وننغلب 5 يا ابو تركي ما في مشكله، نستفيد ونتعلم. ولما نلعب قدام الارجنتين ونغلب 6 نستفيد ونتعلم، على الاقل نستفيد. لكن احنا قاعدين نفيد المنتخبات الثانيه، توغو والكونغو يعني للامانه، وايش الفائده من هذه المنتخبات؟ لا منتخبات تلعب الا للخشونه واللعب العنيف، ولا تستفيد منها، ولا عندنا استعداد للمنتخب في بطولة الخليج وبطولة آسيا، وكلها منتخبات تختلف تماما عن المنتخبات الافريقية. فهذه النقاط لازم نتكلم عنها
عشان نكون واضحين امام الناس. طيب تبغى تقول شيء اخير؟ انا بقول احنا ما راح يعني نقفل موضوع تختيم. المنتخب لسه معنا يعني احنا الان ما تحدثنا عن منهجيه السيد ريكارد، لكن انا بقول واضح من يعني عدم اكتراث السيد ريكارد، اوكي، عدم يعني اكتراثه واضحه. يعني يقول لك انا ما اعرف الكونغو ولا ادري هم سجلوا ولا ما سجلوا. المترجم ورطه بشيء، هذه مشكله يعني معناته مشكله كبيره. المترجم حق المنتخب يعني في النهايه احنا بس ابو فاطمه خبره يعني ما هو طيب. اليوم ولا امس. طيب. لكن يعني يبدو انه السيد ريكارد يعني في قرارة نفسه والله اعلم يعني مع ان الظاهر ونقيس عليه انه فاقد يعني عنصر مثلا نقول الطموح او الحافز او يعني الرغبه في تحقيق. يمكن وصل هو الرجل الى مرحله يعني حقق كل الطموح مثلا، يعني الله اعلم، ما ادري اذا كان هذا الكلام. حنكمل الان. سنتابع حديث لمدرب الكونغو، سالناه عن سامي الجابر وعن تواجده معه، فنتابع بماذا اجاب. ان الجو في السعوديه تقريبا هو نفسه في دبي، لانهم كانوا هم في دبي يومين قبل لعبوا مع مصر. وبالنسبه للملعب يقول الملعب جيد، ارضيته كويسه، واحنا تونا جايين من دبي مرهقين شويه، يبغالنا راحه بس لازم نتدرب قبل المباراه. يقول بالنسبه للمنتخب السعودي شاف تدريبهم مباراتهم مع اسبانيا في فرنسا، وتكلم مع شويه مع سامي الجابر، فعنده شويه معلومات عن المنتخب السعودي عن طريقه لعبهم كيف. يقول طبعا هو راح يكون ضغط نفسي علينا ان خسرنا في خلال 5 دقائق، اخر 5 دقائق من المباراه سجلوا علينا 3 أهداف، وصعب انك تتعامل مع هذا، خصوصا انك تلعب كمان خلال 48 ساعه مع منتخب يعتبر منتخب جيد. لكن ان شاء الله نؤدي مباراه جيده. وفي المباراه اللي فاتت كان يعني ما كنا اي ايجابيين قدام المرمى بالذات، وكان دفاعنا فيه شويه اغلاط، لكن ان شاء الله خلال المباراه هذه راح نتفادى الاغلاط الدفاعيه بالذات، راح يكون ان شاء الله تركيزنا قدام الباب ان شاء الله يكون احسن. يقول لا ما اتوقع انه يلعب نفس التشكيله الاساسيه، لان تعرف خلال 48 ساعه وتعب السفر من دبي الى الدمام وباص من دبي من الدمام الى الاحساء، فاتوقع انه راح يكون في تشكيله من 4 إلى 5 لعيبه من اللعيبه الشباب بالذات، على اساس يدخلون في الفورمه. يقول ان شاء الله انه كمان ما يكون عندهم شويه ارهاب بما انهم شباب يعني ما قد لعبوا كثير، وان شاء الله انهم يؤدون نتيجه كويسه، لان صعبه كمنتخب تخسر مباراتين خلال 48 ساعه يعني قدام الاداره تكون ما هي حلوه. يقول لا هي مجرد دعوه وديه بالنسبه لكابتن سامي الجابر، يقول احنا مجرد اصدقاء بس من 4 شهور. ثانيا سامي الجابر راح يكون على قول ضيف شرف في دولته، يعني ما راح يكون غريب هنا اصلا. وبالنسبه للامور الاداريه يقول لا احنا ما بيننا وبين سامي الجابر اي اتفاق بالنسبه لاداره الكونغو منتخب الكونغو، لكن في اتفاقيه بيننا وبينه في النادي الفرنسي. سأخذ تعليق ضيفي على حديث المدرب، ولكن قبل ذلك نتابع الآن حديث لاعبي المنتخب من معسكر الأخضر مع زميلنا بدر العثمان. استعداد جيدة ممتازة، وإن شاء الله بكرة المباراة نكون حاضرين أكثر وأكثر إن شاء الله. ثقة صراحة اعتزيت فيها صراحة، وشرف لي صراحة أن أمثل المنتخب الوطني، خاصة المباراة بتكون في الحسا يعني في المدينة اللي أنا مقيم فيها، وده الشيء اللي بيخليني يدفعني أكثر إني ألعب مباراة بكرة بأكثر قوة إن شاء الله. أكيد هذه مباراة ودية زي ما قلنا من أول، يعني كثرتها ولها فائدة كبيرة على المنتخب، يكون في أكثر في تجانس أكثر أمامنا، يعني مباريات مهمة مستوى كأس الخليج، تصفيات كأس آسيا، وأيضا هذه المباريات يعني حلوة لكنك تحسن ترتيبك في التصنيف العالمي. عن الأسماء اللي انضمت للمنتخب أسامة، هل هنالك اسم تمنيت تواجده في المنتخب معكم؟ والله أنا لاعب يعني ما أتمنى ولا شيء، المدرب هو أخبص بالفريق، وأكيد ما اللي راح ينضم في المنتخب أكيد بيكون لاعب ممتاز على قدر من المسؤولية. الحمد لله على كل حال، الفريق الحمد لله من أفضل ما يكون الآن المنتخب، يعني بيسترجع أمور كثير. عندنا مباراة ودية، هذه المباراة جدا تعتبر مهمة لنا، خاصة يعني لنا نحن وفي التصنيف، يعني بحكم التصنيف الآن يمكن الجمهور السعودي يعني غير متفائل باللي بيصير يعني في المنتخب،
لكن بنحقهم ونقول الحمد لله على كل حال ان شاء الله. كيف تشاهد تجانس بين عناصر المنتخب؟ نشاهد فيه عناصر جديده تنضم للمنتخب، كيف تشاهد هذا التجانس بينهم؟ والله بالعكس شوف هذا التجانس جدا جدا ممتاز الحمد لله، يعني بتطور جدا كثير. يمكن في تقصير يعني منا كلاعبين يعني خلال للمنتخب السعودي للجمهور السعودي، فنبغى نقول له مهما كان هذا هو المنتخب السعودي، لكن يصبر ان شاء الله، ترى صبر مو كثير يعني. الحمد لله شايفين الجيل الموجود، شايفين العناصر الموجوده، شايفين الفرق السعوديه للان يعني فين وصلت في كاس اسيا، فالحمد لله يعني السعوديه لسه كرتها بخير، فاتمنى دائما يدعموا المنتخب وخليكم جنبهم. فاحنا اصلا يعني في حاجه الجمهور كثير خاصه من خلال المنتخب، ونسال الله التوفيق يعني. احنا معاكم قلبا وقالب النايف، لكن استغرب في بعض الاحيان اللعيبه يعني يبتعدون عن الاعلام، يبتعدون عن التصريح، خاصه انه مهمه وطنيه، نبحث عن اي لاعب يوجه رساله للجمهور، والجمهور دائما يبحث عن اللاعبين ايضا. والله شوف مو البعد عن الاعلام خاصه هذه الفتره، يعني لا تحسب انه نحن يعني هذا الشيء ما بيضغطنا، نحن بيضغطنا كثير. ما بقول لك هذا يعني خلال المنتخب، نحن في النادي عندنا مهمه جدا يعني قويه في اسيا، وعندنا هنا في المنتخب بيمر في مرحله يعني تعتبر غير ممتازه بصراحه. فطبيعي الواحد يعني ما بقول لك يتهرب من الاعلام، لا بالعكس انا اواجه الاعلام، وانا الحمد لله انا عن نفسي شخصيا بالعكس بواجهه دائما، بطلع واتكلم حتى لو كنت خسران. وليس هروب بقول لك انا، لكن يمكن يعني الضغط اللي حاصل حاليا بس. أذهب إلى جمال عارف. منتخب الكونغو يقول بأنه سيلعب مدرب، يقول بيلعب بلاعبين شباب، لأنه قبل يومين لعب مباراة. يعني إلى أي مدى نستطيع الحديث عن فائدة من هذه المباراة الودية؟ شوف ابو تركي، يمكن قبل ما يطلع حديث المدرب الكونغو احنا تكلمنا على مسألة انه المنتخب الكونغولي ما حيلعب الا بلاعبين بعناصر مختلفة او عناصر جديدة مختلفة عن اللي لعبت قدام مصر، واحنا ما شفنا التقرير طبعا وتكلمنا وقلنا الكلام هذا. لكن انا عندي شيء لاحظته في مدرب، شوف الفرق بين مدرب المنتخب الكونغو مدرب منتخبنا. مدرب الكونغو يقول شفت مباراة للمنتخب السعودي واطلعت عليه واطلعت على معلومات عن المنتخب السعودي، في الوقت اللي مدرب منتخبنا يقول انه المنتخب الكونغولي لا اعرف ولا مشاهده، ويمكن انا اشوف له اذا سجلوا لي الشريط. لكن في نقطة مهمة يمكن انا ابغى اشير لها اخويا ابو تركي، مسألة المترجم. هو يقول انه الفريق المصري سجل 3 أهداف في ال5 دقائق الاخيرة، وهذا كلام غير صحيح. الفريق المصري سجل في بداية الشوط أو في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني اكتفى ب3 أهداف ولم يسجل. هذه نقطة يمكن المترجم حقنا كمان أخطأ في طيب في مسألة لا معاه هو المترجم معاه مش معانا، مو تبعنا. يمكن نجد له مخرج، يمكن لا هي الاهداف بدقيقه. انا عارف، لا المترجم حقنا حق منتخبنا نحن يمكن ترجم غلط على ريكارد عشان نجد له بعض العذر في مساله انه ما شاف المنتخب. ما قصرت والله، ما قصرت بعد. شكرا على الايجابيه. معاك انا معاك. طيب سامي، انا طبعا بكتفي تعليق ابو عبد العزيز على جزئيه منتخب الكونغو، لكن ابغى التقط جزئيه الكابتن الطموح سامي الجابر. نعم. يعني لاحظت ايضا في لقاء الشرق الزميل المراسل في دبي سأل بكثرة عن سامي، هل دوره هامشي؟ هل هو سيكون على البنش؟ يعني كان تركيز كبير على سامي. طيب يعني حتى وهو بعيد عن المشهد الرياضي يظل سامي يعني عنوان رئيس لغالبية الأسئلة أو حتى غالبية الحوارات. بس هذا طبيعي يعني. حتى الفترة القادمة يعني بكرة أو بعد بكرة 48 ساعة أنا أتوقع حتى تطلع منكم تعليقات على أن لم يكن له دور أو ما إلى ذلك. أنا أتمنى حقيقة وأثق حقيقة بروح وإصرار سامي الجابر. سامي الجابر يعني سنة حميدة حقيقة للمدربين الوطنيين السعوديين، حتى وإن كان يعني خرج بدوره أو ظهر بصورة تطوعية وذهب إلى فرنسا، فهو يريد التطوير. طيب. التطوير الذاتي هذا عنصر مهم. أنا أتمنى أن يكون تركيز
على هذا الجانب بشيء من الإيجابية، يعني تكفل تسليط الضوء على روح وإصرار المدرب الوطني اللي مثل سامي الجعبر، يعني واللي يتمنى أن يكون. بس المطروح سامي هو التساؤل يعني عن سبب وجود. لا أنا لاحظت في اللقاء، تعرف أنه مستغرب صراحة. لا أنا لاحظت في اللقاء يعني ما هو هنا بس، يعني يمكن كان تركيز في الصحيفة اللي ذكرتها والزميل، أنه كان الحوار كله عن سامي يعني. طبيعي. وانا اتوقع انه اذا ما اهتمينا بسامي مهتمين، يعني انا ما يعنيني منتخب. لا المراسل ما هو سعودي، المراسل غير سعودي اللي اتكلم عنه انا، مو هنا في القناه الرياضيه. واقول لك انا اتوقع انه خلال 48 ساعه بنقرا تعليقات، لكن انا اتمنى انه احنا يعني كمجتمع رياضي سعودي نركز على الجانب الايجابي لمثل هذه التجربه، مثل اللاعبين الذين احنا يعني حتى مررنا مرور الكرام على عدم استدعائهم من قبل السيد ريكارد، اللاعبين السعوديين احنا محترفين على هذول. نعم بس يعني يقول ريكارد انه لسه بدري، يعني لسه صغار، بس ما اعطانا جمله مفيده. يعني شوف لاحظ، ارجع انا قاعد اتابعهم كيف، يعني عطني جمله فنيه من مدرب فعلا يتابع. يقول ما زالوا يعني انا ممكن اقول والله هم يعني لسه جدد وان شاء الله الفتره القادمه. كيف انت قاعد الان وش الاستراتيجيه؟ نبغى نتكلم احنا عن نقطه مهمه، نتكلم عادل عن منهجيه مدرب في استدعاءاته. انت ايش تبغى في الفتره القادمه؟ دقيقه سامي، الرجل قبل شوي على موضوع انه ما تابع. انا قلت لك انه احنا ما تابع، لكن بيتكلم عن استراتيجيه. هذه موضوع ثاني، ما تابع هذه قصه. هذه قصه وانتهينا منها، هذا كان عنوان رئيسي. لكن بس خليني في هذا اللب في الموضوع كفني، انت وش منهجيتك؟ وش استراتيجيتك في الفتره القادمه؟ احنا لاحظنا في مباراه مثلا استراليا كان اعتماد على يحيى الشهري، على سالم الدوسري. في مباراه اسبانيا لم يكن لهؤلاء حضور نهائيا في التشكيله، لا سالم لا ابراهيم غالب لا يحيى الشهري. جمال عارف ايش يقول لك في البدايه؟ في مواهب، هؤلاء من ضمن المواهب للكره السعوديه. طيب بس الان يستدعي لاعبين من هؤلاء اللي هم ابراهيم غالب ويحيى الشهري. يعني انا ابغى افهم وش الاستراتيجيه عندك المنهجيه كابتن يا سيد خليني اخذ رأيك التي تجعلك يعني تخلينا احنا نطمئن على المستقبل. طيب ما هي الحلول التي وضعتها مثلا لدفاع المنتخب السعودي؟ واحنا لاحظنا في مباراه اسبانيا كيف كان المنتخب السعودي دفاعيا. ومطلوب منه يطلع نقاط رئيسيه. سامي مطلوب منه يطلع يقول والله انا بسوي كذا وبحط كذا في الدفاع. انا حريص على منتخب بلاد، لازم اشوف في تطور. اذا كان انت قلت لي مباراه الكونغو يعني ما شفت المباراه، ما شفت المنتخب، وان شاء الله يسجلونها لحظه، وان شاء الله يسجلونها، والان مدرب الكونغو يقول لك ما راح نلعب الا ب5-4. اذا وش الفائده المرجوه من هذه المباراه؟ خليني بسال موضوع في المقابل اليابان، انظر اليابان ماذا تفعل يا اخي. طيب خلينا بروح الجمال وباخذ رايك عن اخر موضوع اذا سمحت لي باختصار، عن موضوع اللاعبين المحترفين في اوروبا. يعني انا اتصلت امس على بدر وطلبت منه انه يسال هالسؤال بالذات، لانه يهمني نعرف اذا هاللاعبين احنا نطالبهم يروحون يحترفون ونقول كويس انهم متواجدين واحتكوا، هل ترى بانه من المبرر عدم استدعائهم؟ اعمارهم لسه صغيره، مع العلم انه في مثل فهد المولد موجود يعني مع الفريق وهو في سنهم تقريبا او ربما اقل، ولا لانه يقول لك ريكارد لسه صغار ولسه ما زال امامهم مستقبل، حتى قالها بالنص امامهم مستقبل وانا متابعهم ومتابع كل حضورهم في مبارياتهم. انا شوف ابو تركي، انا حقيقه يمكن عجبني الكلام اللي قاله زميل سامي عن ما هي الاستراتيجيه التي يبحث عنها مدرب منتخبنا ريكارد. انا اتفق مع الزميل سامي بكل الكلام اللي قاله الحقيقه. نعم احنا عارفين هو بيختار لعيبه شباب، لعيبه كبار في السن. ايش الاستراتيجيه؟ ساعه يجيب 11 لاعب، ساعه يشيل 8 منهم، يجيب 7. يعني انا حقيقه، لكن انا ما الوم ريكارد لوحده للامانه. يعني في ناس اسمها اداره المنتخبات واعطت الصلاحيات كامله من الامير نواف بن فيصل، ترك لهم الجمل بما حمل وقال لهم اشتغلوا وجيبوا الناس اللي تبغوهم. لكن ان هم الان نحن عارفين استراتيجيه للمنتخب، ساعه 8 لاعبين يستبعدهم، وساعه يجيبهم، ومباراه ثانيه يجيبهم، ومباراه يستبعدهم. يعني ما احنا حتى السؤال حقك يا ابو تركي اللي سالته، طلبت من المراسل نساله لريكارد سؤال جميل. هذول اللعيبه اللي وصلوا للاحتراف الخارجي فين هم يكونوا متواجدين وهم اكثر قدره على انهم يقدموا عطاء افضل للمنتخب السعودي؟ انا اقول المنتخب السعودي وريكارد الان يجب ان يكون هناك حل متكامل، حل بطريقه يعني حقيقه البحث عن مدرب
آخر للمنتخب السعودي. يا راجل يا جمال، لا نحاول ان نحن تونا احنا قاعدين نقول لا معليش يا جمال، استقرار فني تونا ايش يا ابو تركي؟ سنتين استقرار فني على خطأ يا ابو تركي. ايش الشيء اللي شفناه في المنتخب السعودي؟ ايش الجديد اللي شفناه في المنتخب السعودي؟ انا اقول ما شفنا شيء ولا فكر، لا منهجيه دفاعيه، لا تحسن في الاداء المنتخب، لا فكر، لا انضباطيه، لا تحول في الناحيه الدفاعيه. يعني حتى فريق ما تشعر انه فريق منتخب السعودي، رغم انك انت في يدك انك تبحث عن كل العناصر الا الاهم والافضل في المنتخب السعودي. انا ماني شايف تطور، انا ماني شايف تطور اطلاقا. طيب يعني انا حقيقه حتى يعني مثلا احنا لما تكلمنا يا ابو تركي، بس اسمح لي، لما تكلمنا ولا تكلم الاعلام عن المدرب المنتخب السعودي السابق، نعم، كنا نتحدث عنه بشفافيه ووضوح، وقعدنا نتكلم من سنوات واحنا نتكلم، وفي النهايه ابتعد المدرب اللي هو بيسيرو. طيب تكلمنا كثير وفي النهايه اقتنع. وبعدين ابغى اسال سؤال يا ابو تركي، احنا اختياراتنا للمدربين على اي اساس؟ طيب بالاسماء ولا بالهيستوري والتاريخ والسي في؟ طيب عموما ايش تاريخ ريكارد مع المنتخبات ولا مع التدريب؟ لا بس هذا يعني حتى لو درب برشلونه يعني. طيب عشان ما نتوسع في الحديث، ابى اروح بنتكلم عن منتخب الشباب. وخلينا نشوف اول قبل ما نتكلم عن منتخب الشباب، مدير الملعب ايضا اليوم تحدث مع زميلنا بدر العثمان عن المباراة. طيب مش جاهز الحديث، خلينا نتكلم عن منتخب الشباب الين يجهز التقرير من لقاء مدير الملعب. اليوم طبعا اعلن مدرب المنتخب للشباب استدعائه لعدد من اللاعبين للمشاركه في معسكر الامارات وبطوله نهائيات كاس اسيا لدرجه الشباب اللي بتقام في اكتوبر. طبعا المعسكر في اكتوبر والبطوله حتكون في مطلع نوفمبر القادم. من الاسماء المستدعاه طبعا للمنتخب، طبعا اسماء كثيره ما حنقراها كلها، لكن لاحظنا وجود الكابتن فهد المولد من الاتحاد في قائمه مدرب المنتخب للشباب، وهو تحت 20 عام السيد سيلكو. يقول طبعا انه هو اختار المولد بالرغم من تواجد الان فهد المولد مع منتخب الاول، يعني بعد يومين من نهايه مباراه المنتخب في 15 اكتوبر حيروح معسكر للامارات، وحتى 7 من شهر نوفمبر، يعني حيجلسون يعسكرون الى نوفمبر، ونوفمبر تلعب البطوله وهي كاس اسيا، نهايات كاس اسيا للشباب. في هذا الموضوع طبعا اليوم الاستاذ محمد المسحل تكلم في تويتر عن مساله استدعاء اللاعبين الشباب، وذكر بأنه فيما يخص اللاعبين الشباب، يقول محمد المسحل أن أي لاعب من لاعبين منتخب الشباب مسجل في ناديه كلاعب من لاعبي الفريق الأول ومشارك في كأس قارية للأندية يكون تحت تصرف ناديه 100%. هذا فيما يخص اللاعبين. أي مشاركة لهذه الشريحة من اللاعبين اللي هي الشباب والفئات السنية مع منتخبنا الوطني للشباب تكون بموافقة ناديه باستثناء نهائيات كأس العالم لهذه الفئة. يعني بمعنى أنه فهد المولد الآن بإمكانه أن يشارك، أن الاتحاد يمنع من المشاركة. هذا طبعا ما ذكره باختصار محمد المسحل اليوم في تويتر. كان مفترض يكون معنا بس هو مرتبط في الحفل الموجود وفي الكويت. إجمالا هذا ما يخص الكابتن فهد المولد. حسب ما ذكر محمد المسحل أنه أي لاعب، ليس فهد المولد، أي لاعب مشارك مع نادي في بطولة قارية فمن حق النادي أن يرفض أن يشارك في المنتخب إلا إذا كان نهائيات كأس العالم. باستثناء ذلك من حق النادي أن يرفض مشاركته إذا كان عنده مشاركة قارية في آسيا. طبعا فهد المولد هذا قصة. بالمناسبة من ضمن الأسماء للأمانة صالح الشهري لاعب بيرامار البرتغالي، كويس إنه متواجد. بروح لجمال وبسألك بشكل سريع عن فهد المولد. يعني هذا اللاعب حقيقة كان هناك حديث في الفترة الماضية وتكلمنا احنا عنها، انه لاعب يعني كان الله في عونه استهلك، يعني
من منتخب للنادي للمنتخب للشباب للأولمبي، كان مع الشباب بعدين راح مع الأولمبي اللي في الخليج، بعدين رجع، بعدين الحين مع المنتخب الأول، بعدين بيرجع بيروح مع الشباب، بعدين بيرجع مع الاتحاد. يعني ما أعرف حقيقة وشلون ممكن لاعب مثل هذا، يعني في ناس قالوا ممكن نخسر هاللاعب. هل تجد بأن هذا أمر طبيعي وبالعكس كويس له أنه يشارك ويحتك هنا وهنا، ولا مضر للاعب برأيك؟ أبو تركي، من رئيس لجنة المنتخبات أو رئيس المنتخبات السعودية؟ الأستاذ محمد المسحل. طيب. وتحته يندرج اللي هو مدراء الشباب والفريق الأول والناشئين طبعا تحته. طيب. يعني فين التنسيق بين هؤلاء؟ لأنه لاعب زي هذا الحقيقة في منتخب الشباب، في المنتخب الأولمبي، في المنتخب وبعدين جادوه في المنتخب الأول. إيش يبغوه في المنتخب الأول؟ أنا أبغى أعرف إيش يبغوه. يعني فريق عسكري يلعب قدام الكونغو مباراة ودية، تاخذوا الرجل لوبه خارج من المباراة تاخذه وتبغى ترجعه منتخب شباب. لكن التغريدة اللي قال فيها الأستاذ محمد المسحل يمكن وضحت، ولكن أنا أتمنى شخصيا يا أبو تركي، ما أحب التغريدات، أنا أحب شيء رسمي. أبغى يعني إحنا دحين ألغينا لجنة الإحصاء والإعلام في الاتحاد السعودي، والغينا كل الخطابات الرسمية الموجهة من الاتحادات الرسمية. أصبح التويتر هذا مشكلة كبيرة، كل واحد يبحث لزيادة عدد متابعيه من خلال التغريدات. يا أخي سوي شيء رسمي يا أخي. وين الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يتحرك؟ طيب. وين الاتحاد السعودي ما يتكلم؟ ليش أنت تسوي تغريدة على حسابك الشخصي؟ انت تبغى تجيب الناس متابعين لك اكثر من خلال تغريداتك. النويصر من جهه، الروزي من جهه، المسحل من جهه، يعني غريبه. يعني كان الاتحاد السعودي اصبح اتحاد لجميع الاطياف، ما في اتحاد سعودي رسمي. لازم طيب. في جهه وضحت الصوره يا ابو عبد العزيز، اسمح لي، جهه اعلاميه توزع هذه الاخبار. طيب سامي، اول شيء تعليقك على الموضوع. الاسبوع اللي فات كان فيه بيان رسمي لجنة المنتخبات، صحيح. محترم جدا بلغة يعني إعلامية ورسمية واضحة أنه سنطبق لوائح أو أنظمة الفيفا في هذا الجانب. طيب جميل. اليوم غرد الأستاذ المسحل بالتفصيل أنه إذا لاعب مسجل بالفريق الأول ويشارك في بطولة، لاعب شباب يشارك بالبطولة قارية لناديه، فالحق لناديه 100%. إذا كان يشارك في الشباب أي لاعب من الشباب لا يترك ناديه إلا في بطولة كأس العالم. تغريدات واضحة ويعني كشفت لكن أنا أبغى أتكلم من نقطتين. النقطة الأولى، أنا أتفق مع الزميل جمال، يفترض أنه الأستاذ محمد المسحل وهو الصديق الإعلاميين ما يطلع في تويتر. في إدارة المنتخبات هنالك متحدث رسمي الزميل محمد العرفج معين حديثا، يفترض أنه هو من يطلع ويقول الكلام هذا أو يرسل بيان تعقيبي على البيان الأول أو تعزيزا للبيان الأول، يكون بصفة رسمية يحدث أنه والله حالة اللاعب فهد 1 2 3. طيب. الأمر الفني يعني أنا أنتقد أسلوب الخروج عبر تويتر. للأمانة احنا رتبنا معه وهو وافق، لكنه للأسف أنا ما أعرف حتى لو طلع بتصريح، ممكن يعني يطلع عندك تصريح، لكن بقية القنوات أنا بيان رسمي ويتحدث فيه المتحدث الرسمي. طيب. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني هنا أنت قاعد تحرق موهبة نجم. لما أنا برجع لك على المنهجية. طيب. للسيد ريكارد، هذا لاعب لسه يعني شاب، قدم مباراة كبيرة ومجهود كبير، تجي تضمه في مباراة يعني لن تقدم ولن تؤخر. يعني في منتخب الشباب أنا أجي معك تماما، يعني اختيار موفق ويجب أن يكون موجود، ولكن مصلحة نادي أو لا وفق اللائحة اللي ذكرها الأستاذ محمد المسحل. لكن طيب. مع المنتخب الأول فيه نوع من أنا أسميه يعني حرق لموهبة اللاعب. طيب أذهب إلى حديث لمدير ملعب الأحساء وآخر التجهيزات والترتيبات لاستضافة مباراة المنتخب الودية. المباراة حتكون بدخل، حدد أسعار التذاكر إلى 4 درجة ثانية 10 ريال، والدرجة الأولى 15 ريال، والدرجة الممتازة 10 ريال، عفوا الدرجة الممتازة 100 ريال، والمنصة 200 ريال. لا يفوتني أن أشكر رجل الأعمال محمد جمعان النهدي الذي قبل قليل تلقيت اتصال منه بتبرعه ب 500 تذكرة للجماهير السعودية، سوف يتم توزيعها بمشيئة الله يوم غد إن شاء الله، أو هذا المساء طبعا سوف يتم توزيعها على الجماهير السعودية، وهي 500 تذكرة من رجل الأعمال محمد جمعان النهدي. وأنا كذلك أتوقع إن شاء الله من رجال الأعمال التبرع لمنتخبنا الوطني إن شاء الله بإذن الله. الجانب الآخر نتحدث أيضا عن الشراء الشخصي.
كم وصل عدد بيع التذاكر إلى الآن؟ احنا الحمد لله الدرجة الثانية في بيع الحمد لله، لكن أنا ما مريت الإخوان في الأستاذ أحمد شواف المشرف عليهم، ما مريتهم قبل شوي. أنا حضرت على طول تمرين المنتخب وجينا هنا تمرين الكونغو، لكن أنا في تواصل معهم على الهاتف يعني. بيعت تقريبا أكثر من يعني نقول ما يقارب 500 إلى 700 تذكرة ما بين الدرجة أولى وثانية، واليوم فاتحين البيع إلى الساعة 1 ليلا. الشباب موجودين طبعا إلى الساعة 1 ليلا، وبكرة إن شاء الله أيضا حيكون في بيع من بعد صلاة الظهر حتى يعني وقت المباراة الحمد لله. والأرضية إن شاء الله نوعدكم أن شفتوها اليوم، بكرة بعد بتشوفون الأرضية تختلف عن اليوم وبشكل جميل. ونتمنى إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التوفيق في المباراة القادمة، ونتمنى أن نستضيفه مرات عديدة في الأحساء. والحمد لله يعني المعسكر الحمد لله مشى كما يبدو، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه المنتخب في الحساء مباراه رسميه ان شاء الله ليسعد جماهير الاحساء التي وقفت وتقف دائما مع المنتخب. وانا متاكد بان غدا الاحد سوف تحضر جماهير الاحساء، وحقيقه الكثير تكلم معي قلت انا اثق في جماهير الاحساء. شكرا طبعا لجماهير الأحساء حقيقة اللي كانت أيضا مسوية جو في المعسكر، وربما احنا نحتاج لهذه الأجواء كثيرا. الفقرة الأسبوعية اليومية اليوم السبت هي فقرة تويتر. ما يحبونا طبعا سامي وجمال معترضين على ظهور المسؤولين في تويتر، لكن احنا بنطرح أبرز ما دار في تويتر من بعض المسؤولين وبعض الإعلاميين أيضا، والنقاشات التي تدور في تويتر في فقرة تويتر مع معاذ الحميدي. تحدث الأستاذ محمد الغامدي الإعلامي الرياضي عن تألق اللاعب أمام ناديه السابق، حيث ذكر: تألق اللاعب أمام فريقه السابق هل هي ردة فعل مؤقتة قاذبة أو أنه قرار فني ظالم؟ حسن الراهب يتألق أمام فريقه السابق الأهلي، كما أشاد الغامدي بنوعية اللاعبين الأجانب في الدوري، حيث قال: قائمة العشر الأوائل في ترتيب هدافي زين 7 لاعبين أجانب و3 سعوديين، نقطة إيجابية لحسن اختيار الأندية، لكن سلبيتها أين الهداف المحلي؟ طرح الأستاذ أحمد المصيبح موضوع الفكر الاحترافي للاعبين وعن تعامل المدربين معهم، حيث ذكر: بهذا الفكر الاحترافي للاعبين الذي يعكسه غيابات وصور مسربة وأحاديث فضائية لن نتطور حتى لو جلبنا أعظم المدربين عالجوهم، الوضع خطير جدا. وأضاف: يبرز اللاعب في عمر صغير ويمنح ملايين فينقلب حاله، فبعد الليموزين أصبح لديه بورش والرصيد يزداد، فيتقلب حاله وتفكيره وفجأة يختفي. وجاءت إحدى الردود حول ما طرح كالتالي: في أوروبا يكون لدى اللاعب من خلال مدير أعماله فريق من المختصين، مشرف اجتماعي ونفسي واقتصادي وصحي. هل وكلاء اللاعبين يعملون ذلك؟ تحدث الأستاذ مساعد العصيمي الإعلامي الرياضي حول ما يدور في رياضتنا من قضايا، حيث قال: رياضتنا معنية بالتوافه، مشكلة مدرجات واحتفالات بخسارة المنافس، ناهيك عن الكذب والادعاءات بمكتسبات مزورة، لذا لن نتقدم. وأضاف: السبب الأكبر بالتدهور أن كل نادي مشغول بمنافسه أكثر من ناديه، إذا غلب الإفساد على الإصلاح. أيضا اتحاد الكرة أصبح يعبر عن الفكر الكروي السائد باختياراته وبرامجه وتنازلاته، لذا لم يكن غريبا أن ينهار عمله ويبلغ مركز 113. وجاء التفاعل من المتابعين حول ما طرح كالتالي: المشكلة يا أبا أحمد أن مثل هذه الترهات بازدياد، وتجد بيئة خصبة تغذيها فهي تكبر ككرة الثلج دون رادع، وكل يغني على ليلاه. أضف إلى ذلك: أكثر الأندية تملك ألقابا ومناوشات فيما بينها على هذه الألقاب، رياضتنا في الأعلام والمدرج أشد منها في الملعب. تحدث الأستاذ محمد المسحل مدير إدارة شؤون المنتخبات حول ما يثار في مشاركة لاعبي منتخب الشباب مع أنديتهم، حيث ذكر: أي لاعب من لاعبي منتخب الشباب مسجل في ناديه كلاعب من لاعبي الفريق الأول ومشارك في كأس قارية للأندية يكون تحت تصرف ناديه 100%. وأضاف: أي مشاركة لهذه الشريحة من اللاعبين مع منتخبنا الوطني للشباب تكون بموافقة ناديه، باستثناء نهائيات كأس العالم لهذه الفئة.
اصبحنا يعني شعب نتفنن في الاحباط بصراحه. بدي اقرا شيء كويس. وضع صعب صراحه. والله شوف، انتقاد ودي واحد يطلع يقول في مثلا ملمح جميل شافه. والله يا اخي الجو العام يعني هو اللي يعني مثلا مع منتخب الشباب في الكويت، او ما ادري هو تحت كم 20 سنه اعتقد. نعم. يعني كان فيه فرح وكان فيه يعني بهجه، ولكن عموما انا شوف برجع على ريكارد بقول انه الان طلعت المجموعه الاسيويه وهذا هو الاهم في الفتره المقبله. ركز في عملك واجتهد وخليك متواجد عندنا، يعني نبغى نشوفك في الدوري السعودي، نبغى نشوفك في السعوديه يعني. موجود تتابع المباريات. كثر طلاتك يعني، لا تغيب علينا يعني. طيب. ما ادري وين اروح. حتدوبك دوبها انت. لا والله مو بالقصد، بس احنا يعني نبغى منتخبنا يا اخي، احنا حريصين على المنتخب. جميل. ابى اروح اختم معك جمال. يعني حقيقه الشارع صار، يعني انا اقرا في تويتر ما في، يعني انا ودي اسوي مثلا شغلات احيانا اقول كلام ايجابي الاقي رد على طول سلبي، يعني زي اللي يقول يزينك وانت ساكت. فما اعرف يعني ممكن نتساعد مع بعض كذا ونقدم صوره حلوه، يعني ما ادري الجو يساعد او لا، بس نحاول على الاقل. ابو تركي انا ترى على فكره مو ما احب التويتر، انا احب التويتر من الاعلاميين من يتحدثوا والناس العاديين، لكن المسؤولين يجب ان يكون هناك حديث رسمي من خلال البيانات الرسميه التي تصدر من خلال المنتخبات او اداره المنتخبات او لجنه المسابقات او بعض اللجان. نعم. لكن خلينا تسمح لي، انت قلت انه ما في ملمح ايجابي، انا قلت ملمح ايجابي وانت زعلت علي. قلت لما خسرنا من اسبانيا 5 كنت مبسوط انا، لانه اللاعبين مع منتخب اسبانيا بطل العالم. لا بس اتكلم عن الجو العام يا ابو عبد العزيز اللي موجود. قلت لك انت تقول احنا كنا فرحانين، لا ما حد فرحان، كان الجو سيء. صح انا معاك بانه حلو الواحد يلعب مباريات مثل هالحجم يعني مع اسبانيا ارجنتين. طيب انا اقول لك صحيح الجو العام يا ابو تركي ما يساعد. طيب. للامانه في كثير من الامور سواء في الاتحاد السعودي في اداره المنتخبات سواء طيب. في حتى في لجنه في الجمعيه العموميه كل يوم احنا، وبعدين ما شاء الله تبارك الله كل واحد طالع لي يدافع عن يعني ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقه انا اقول نقطه معلش اسمح لي ابو تركي، لو سمحت. اداره المنتخب او الاتحاد السعودي عرف يختار محمد القدادي ما شاء الله تبارك الله، تجي له من هنا يجيك من هنا، لازم يبغى يكون كل شيء في الانتخابات مضبوط 100% والناس الثانيه ما تفهم. طيب مش موضوع. اخر خبر عندي بقوله واشكركم. اليوم المركز الاعلامي نادي الشباب ارسل خبر اخير. اصدرت لجنه اوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكره القدم قرارا بمنح النادي البرتغالي موافقه مؤقته لتسجيل اللاعب عبد الله وصقر عطيف واصدار شهاده دوليه مؤقته مع احتفاظ نادي الشباب السعودي بحقه في المالي بعد استكمال الاجراءات القانونيه حسب اللوائح والانظمه. هذا جاء من المركز الاعلامي بنادي الشباب، ودائما احنا نشكر المراكز الاعلاميه اللي واضحه وصريحه. نادي الشباب من ضمن المراكز الاعلاميه اللي فيها اللي واضح وصريح بيعطيك كل شيء، ما يحتاج تروح لاماكن ثانيه عشان تاخذ مثل الاخبار، حتى لو كان الخبر مش في صالحهم فهم يعني يرسلونه. هذا اخر خبر وصلنا قبل قليل. نمارس معك دور المذيع يعني وانت الضيف، وانت تقصد. ما اقصد احد انا اقول نادي بعض الشباب. المراكز الاعلاميه نادي الشباب بس ما لي دخل في شيء ثاني. اقول نادي الشباب في هالجانب كويس، يعني مو لازم يكون احد ثاني مش كويس. طيب دور علي انت. عموما شاكرين لكم تواجدكم معنا في هذه الحلقه. شكرا لجمال عارف الكاتب الرياضي، يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. شكرا ابو تركي، انا سعيد بتواجدي معاك وبتواجدي مع الزميل العزيز سامي وشاكرين ان شاء الله ما كنا يعني ضيوف ثقال على المشاهدين. لا بالعكس شرفتنا الكرام وعلى الزميل العزيز اخلاق سامي. شكرا لك حبيبي. شكرا لك ابو عبد العزيز. شكرا لسامي اليوسف رئيس تحرير صحيفه واي سبورت الجديده. شكرا لك عادل، وشكرا لدعم القناه الرياضيه دائما نشوت اولا والواي سبورت، واشكركم ان جمعتوني مع الاستاذ الكبير جمال عارف. طيب انا ما قلت اسم النادي اللي فيه الصقر وعبد الله انه صعب، عجزت والله ما ادري وش وما راح اقوله، بترك لكم. شكرا لكم على المتابعه. تحيات مدير التحرير محمد الشهراني ومخرجنا اليوم فيصل خمعلي. نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده غدا. الى اللقاء.